السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. ليه تحرجي جوزك؟ ليه تموتيه الموتة دي؟ اتطلق يا شيخة، سيبيه وامشي يا شيخة. لما انت مش عايزة تعيشي معاه ليه اخدتيه من الاول؟ ليه ليه خدتيه من الاول؟ ما حدش بيغصب حد دلوقتي، ما حدش بيغصب حد والله. والله العظيم الحريم ما بتتجدر ولا البنات بتتجدر. سيبيه لاهله، سيبيه لعيشته، سيبيه لشبابه. ليه تقفلي الباب وتكب عليه بنزين وهو نايم وتحرجيه وتدمر حياته؟ الله ينتجم منك يا شيخ، الله ينتجم منك ومن اللي ربوكي كمان، لان انت اكيد ربايتك مش كويسه، واكيد طالعه في بيئه مش كويسه. لان انت لو طالعه في بيئه كويسه وبنت كويسه، مش هقول بنت ناس لان كلنا ولاد ناس، بتختلف الربايه والاخلاق. لان انت لو ربايتك كويسه واهلك علموك يعني ايه تعيشي كويس، ويعلموك يعني ايه جوز، ويعلموك يعني ايه بيت، ما كانش وصل بيك الحال والوساخة والقذارة للدرجة دي. ايه اللي انت عملتيه ده؟ وايه الموتة اللي انت موتيها لجوزك دي؟ يا شيخة افتكري له يوم حلو، افتكري له ساعة حلوة. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا ناس فكروا قبل ما تتجوزوا واختاروا صح، واختاروا صح واعرفوا انتوا بتحبوا مين وماشيين مع مين. ما تخلوش الحب يعميكوا، ما تقوليليش حب من ساعة ما قلنا حب وجرى في الدنيا خربت. الله يخرب بيت ال- الجرائم اللي بنسمعها. خلاص الواحد عقله طار من قلة كل حاجة. ليه ما البنات الحلوة كتيرة والبنات المتربية كتيرة؟ ليه؟ ما تقوليش ان انا عميت، لا لا، في امارات بتبان، بس انت اللي ما بتشوفش عشان نصيبك انك تموت الموتة الوحشة دي. يا ماما، يا ماما شكلها هتطلق يا ماما، هتطلق قريب يا ماما. انا عارفه نفسي هتطلق. مش عارفه اسيطر على الواد كبر وبيبجح في ابوه وبيجي ادبه عليه، وانا مش عارفه اسيطر عليه. واقول للراجل الكبير اسكت، ما تخطرش نفسك قدام العيل، ما تخطرش نفسك. العيل جليل يقول لي عيل على ابقى على ابوه. انتي ماما مش متربيه، انتي ماما عايزه حكم زيه. انت عايزه تسكتيني انا وتخلي ابنك يشتمني؟ ده انت مره عايزه حكم وعايزه ربايه زي ابنك. انا جايلالك الكلام ده، جايلالك انك انت هتتهطري وابنك هيخطرك. لو انت سمحت لابنك يخطر ابوه هتتهطري انت وابنك. عيب، علمي ابنك الاحترام، يحترم ابوه. خوفيه حتى لو ابوه ضعيف، خوفيه من ابوه. ما ينفعش تسيبي كده الحبل على السايب. هتدافع عن ابنك النهارده هيضربك بكره، لكن لما تخوفيه من ابوه هيخاف منك ومن ابوه وهيحترمك وهيحترم ابوه. لكن بتقولي ايه؟ يخطرني ازاي؟ يخطرني ازاي؟ قولي لي يخطرني ازاي؟ ما ينفعش يخطرني لما انا اللي واقفه جنبه وبجيب له الفلوس وبجيبها له من ورا ابوه وبديله. يعني يخطرني ازاي؟ استاهل ايه يعني؟ انا استاهل؟ يا بنتي تعبتيني والله، تعبتيني وما بتسمعيش الكلام. ايوه يخطرك، ايوه يخطرك، وتستاهلي، تستاهلي اللي هيحصل لك. وهتندمي بعد كده ندم عمرك انك انتي ما سندتيش ابوه علشان تربوه صح. ولو الولد باظ يبقى بسببك انتي، عشان ما كبرتيش ابوه قدامه. هيضربه؟ طب ما يضربه ولا يكسر عظمه يعني، مش ابنه. ضربه مش هيموت حد. يعني انت من رايك اسيبه لابوه يربيه؟ ما اتدخلش هنا وما ادلوش فلوس؟ طب يعني انت على رأيك، يعني من رأيك هيتصلح وهيتعدل حاله؟ ايوه انا السبب في حاجات كتير، مش هغلط، مش هكدب نفسي. ايوه من خوفي عليه ان ابوه يضربه ضربة غلط يموت فيها، ولا بابا يسجن ولا حاجة زي كده. لكن هو الولد اعوج فعلا ومش كويس. ايوه انا السبب فعلا. مش هتفهمي ابدا، مش هتفهم، ومخك تخين، وهتضيع الدنيا وهتودي ابنك في داهية. ايوه سيبيه لابوه، كفاية لغاية كده، كفاية بددت ابنك.
الله اعلم ابنك بيعمل ايه مع اصحابه. سيبيه بقى، كفايه كفايه بقى، ربنا يصلح حاله. انت ابوك لو عرف اللي انت بتعمليه من وراه هيطلقك. سيب الواد، يمكن ربنا يصلح حاله مع ابوه.